السلام عليكم. هي بس واحدة عايزك صور كده. ثانية، احنا في برنامج بس. ماشي. خليك تابع يا مولانا، اقفل اكلمك بعدين. ماشي. السلام عليكم. أيوة حبيبي. احنا دلوقتي في برنامج مواهب، لو انت عندك موهبة بنديك 500 جنيه. لا الصراحة ما عنديش مواهب. ما عندكش اي مواهب؟ يعني فكر كده، افتكر اي حاجة، اي موهبة، اي حاجة. والله انا اسمعك حاجة، هما بيقولوا النص حلو. بيقول ان الصوت حلو. فانا هسمعك. مين اللي بيقولوا الاول؟ الناس يعني. الناس بيقولوا ان الصوت حلو. بيقولوا. طب ما دي موهبة يا عم. ماشي، طب احنا نعتبرها موهبة، بس انا عارف مش هيعجبك. هيعجبني؟ مش عاجب الناس. لا بس خلي بالك، عشان احنا دلوقتي في ناس بتتفرج علينا، ملايين بيتفرجوا علينا. ماشي طب حاضر، ماشي ماشي. تمام، فلو صوتك وحش بلاش احسن بقى عشان ما تتكسفش. هو هبدأ بقى وخليه على الله. خلاص ماشي، ورينا يلا. الناس اللي هتحكم. الناس. نشوف الناس اللي هتحكم بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. هو انت بتقول ان صوتك بيقولوا ان هو حلو؟ بيقولوا؟ يعني هو مش حلو مثلا؟ يعني هو مش حلو؟ ده صوتك جميل جدا 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 كمان. أجمل والله. حبيبي تسلم لي، انا عايزك تكمل بقى وتمتعني وتمتع المشاهدين، لان انت ما شاء الله عليك صوتك حلو جدا جدا جدا. يلا. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى